اهلا بيكم في تيك ويز ماج وفيديو جديد من فيديوهات ازاي. والنهارده هوريكم ازاي ممكن انك انت تنزل اي ابلكيشن بفلوس فور فري من على سفاري، ويكون هو اساسا بفلوس على الاب ستور. زي مثلا في ابلكيشن هنا اسمه ماينكرافت، دي لعبه تمام كده. طبعا زي ما انتم شايفين $7. تمام، احنا ندخل اول حاجه على سفاري عشان نجيبها ببلاش. الموقع دوت انا كاتبه تحت الفيديو في الديسكريبشن، هتخشوا عليه وهتيجي فوق على اليمين كلمه ريجولار وجنبها كلمه فري، دوس عليها. تمام، هتلاقي ظهر لك كلمه داونلود ناو بالاخضر، دوس عليها. تمام كده، هتستنى لغايه ما ده يطلع لك، هتدوس انستول. تمام كده، وهتخرج بره تستنى لحد ما توتو اب ان هو يعمل انستول ويخلص دوت ستور. تمام كده، بتنزل من عليه ابلكيشنز، هو صيني الستور دوت، عليه ابلكيشنز كتير. طبعا مش كل الابلكيشنز اللي بفلوس هتلاقوها، بس اؤكد لكم يعني ان اغلب الابلكيشنز اللي هي يعني الناس كلها تعرفها واللي مشهوره جدا وهتلاقيها في التوب بيد ابس اللي موجودين في الاب ستور، هتلاقوها الابلكيشن دوت بيدعمها ان هي موجوده ببلاش. طيب الابلكيشنز اللي بننزلها هتفضل شغاله معانا حوالي مثلا 3 اسابيع او شهر، تمام، حسب ما يتعملوا ريفوك، وبعد كده هيتقفل، وبعد كده بكل بساطه هتكرر نفس اللي احنا بنعمله ده وتنزل ابلكيشن تاني وتشتغل بيه. هنا دلوقتي خلص، لو جيت اشغله مش هيرضى، فانا هديله اكسس. ازاي؟ عشان خاطر ان هو يشتغل هروح على settings، تمام، واطلع عند جنرال وافتحها، وادخل على انزل تحت على device management او اسمها profiles and device management. تمام، اخش عليها واجي عند اسم الابلكيشن ادور عليه اللي هو ده، وادوس هنا تراست تاني. تمام كده، واخرج بره خالص. تمام، واجي عند توتو هيلبر وافتحه وهلاقيه ان هو اشتغل معايا عادي جدا. تمام، هشد يمين وبعدين يمين تاني واقول له ستارت ناو، وادور مثلا على اللعبه اللي احنا شفناها اللي هي ب$7 في اول الفيديو لما وريتها لكم. كان اسمها متهيألي ماينكرافت. تمام، هعمل عليها سيرش، اكتب اسمها فوق هنا وادوس سيرش. تمام، هلاقي اهو اللعبه اهي في تحت في جنبيها كلمه جيت. تمام، هدوس على كلمه جيت، هيبتدي ان هو يحمل لي اللعبه وهتبقى موجوده ان انا اقدر اعمل لها انستول واشغلها. نستنى بس ان هو يخلص تحميل وهوريكم ازاي. هنا هوت اللعبة اهي ابتدت خلاص ان هي قربت تنزل. اول ما هتيجي 100% هيبقى الفايل بتاع اللعبة جاهز ان انا اعمله انستول من جوه الابليكيشن دوت، او بمعنى اصح من جوه الستور ده. هستنى لغاية ما كلمة انستول دي تطلع لي وهدوس انستول. طب افرض ما طلعتش، فانا هوريكم لو ما طلعتش انا هدوس كنسل عشان اوريكم لو ما طلعتش اعمل ايه. لكن لو طلعت لك دوس انستول على طول واللعبه هتنزل. هدوس كنسل عشان اوريك لو ما طلعتش ممكن تعمل ايه. تمام، هتدوس كنسل من فوق على اليمين. تمام كده، وهتلاقي تحت على اليمين حاجه اسمها مانجر. المانجر ده هو المكان اللي بينزل فيه الفايل بتاع الحاجه اللي بتنزلها. هتلاقي اللعبه اهي موجوده، هاجي عندها واجي على اليمين وادوس انستول. ده عشان خاطر لو ما ظهرليش اللي هو البوب اب اللي ظهر ده اللي فيه كلمه انستول من الاول، واجي ادوس انستول. تمام كده، واخرج بره استنى، هلاقي اللعبه ان هي مفروض بيعمل لها انستولينج، واول ما هتخلص تحميل هلاقيها ان هي اشتغلت. هنستنى مع بعض لغايه ما تحمل. تمام، لو دخلت هنا هتلاقيه بص بيعمل ان هو بي انستول اللعبه. تمام كده، هيفضل ان هو يحمل لك ان هو بيعمل لها انستول كانه بينزلها عادي جدا من الاب ستور، واول ما هتخلص تحميل هتظهر معانا. بالظبط كده بالظبط اللعبه تعمل لها انستول، هاجي اشغلها هلاقيها ان هي برضو مشتغلتش، فهديها الفيريفيكيشن بتاعها ان هي تشتغل، بحيث ان انا ادخل على سيتنجز تاني. تمام كده، ومن الاول ادخل على جنرال وبعدين انزل تحت ادخل على ديفايس مانجمنت او بروفايل اند ديفايس مانجمنت، هي تحت هنا اهو. وبعد كده اشوف اللعبه فين اسمها ايه، الاقيها ان هي تبع دوت، واجي هنا وادوس تراست للعبه، فكده هلاقيها بتشتغل معايا عادي جدا. لو جيت ان انا اشغلها هتشتغل، بس طبعا مش هينفع اشغلها عشان انا دلوقتي بسجل فيديو. هنكرر الحكايه ديت بتاعه التراست ديت لاي حاجه هننزلها من على الستور. هنا هوت هتلاقوا جيمز كتير موجوده والعاب كتير ايه ده، جيمز هي العاب بس. شكرا لكم، واتمنى تكون الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه، وبالطريقه دي تقدروا انتوا توصلوا لاي حاجه بفلوس ببلاش من خلال الابليكيشن ده. شكرا لكم مره تانية، والفانس IS از ميديا بارتنر.